أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباب، وأقدم لكم الدرس الرابع من سلسلة الكتاب، والتي تهدف بإذن الله تبارك وتعالى إلى تعليم القرآن الكريم بطريقة التلقي، حيث إننا نقرأ الكلمات القرآنية مفردة، ثم بعد ذلك نتلوها تلاوة، والتفريد لكي يتعلم الطالب تشكيل الكلمات، والتلاوة لكي يتعلم الطالب الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ بإذن الله عز وجل من الآية 17 من سورة البقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير